هاي جايز، طريقة بطاطا بالفرن مع اللحمة والفطر. أول شي بدنا نسلق بطاطا بين كيلو ونص وكيلين، بدي عليهم قطعة صغيرة زبدة، ملعقتين حليب، و2 من صفار البيض، وبدي كريمة الطبخ. هلأ بخلطهم كتير منيح وبحطهم بطنجرة وبحطهم شوي على النار. هن وعلى النار بزيدلهم نص كباية مي ليغلوا وبشيلهم. وهلأ بجيب مقلة بحط زيت وبزيد عليهم بصل وبقليهم، بزيد عليهم بس يدبلوا اللحمة الخشنة، بقليهم كتير منيح، بزيدلهم ملح وفطر وبزيد كريمة الطبخ، بخلطهم كتير منيح. وهاي جهزت عنا اللحمة. هلا بدي اجيب صينية للفرن، بدي احط عليها ورقة زبدة، بحط اول شي اول طبقة بطاطا، برجع بزيد الطبقة الثانية اللحمة، وبرجع بزيد فوقهم طبقة بطاطا. وهلا بحط على الوش جبنة، هون استعملت جبنة الموزاريلا، وبزيد نتف الذرة وبحطها بالفرن. شوفوا هاي منظرها من بعد الفرن. عن جد بتشهي كتير سهلة. شوفوا من منظر ومن طعمة، الجبنة فيها بتجنن. صحتين.